السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير كلكم عاملين إيه يا رجالة؟ وحشوني جدا جدا جدا. النهاردة جايين نتكلم عن مباراة بيراميدز وحرس الحدود. مباراة قوية، مباراة ممتازة، مباراة فنية عالية. الفريق قدم مباراة بكل أمانة، يعني أفضل من المباراة اللي قبليه. مباراة على الصعيد الدفاعي قوية، على الصعيد الهجومي قوية. فيش غير اتنين بس هنحكي عليهم في آخر الحلقة. محمد حمدي وفيستون مايلي. هنقيم الأداء لاعب بلاعب. أول حاجة هنمسك في ابراهيم عادل اللي بيثبت كل يوم وكل مباراة بتمر عليه معاني، وكل وقت بيمر عليه انه هو لاعب راجل، لاعب قد المسؤولية. لاعب انا بشوفه الفترات الاخيرة يستحق انه هو يكون كابتن الفريق، مش رمضان صبحي، مش الاكذوبة والفقاعة رمضان صبحي. لا، ابراهيم عادل هو اللي يستحق انه يكون كابتن الفريق. ابراهيم عادل بيموت نفسه في كل مباراة حرفيا. ابراهيم عادل طور من ادائه، لما سمعنا احنا بنهاجمه طور من ادائه، وبقيت تشوفه بيصنع كام فرصة بقيت خطيرة. ابراهيم عادل اللي صنع الهدف الاول والهدف الثاني. بكل امانه انا بشوف ابراهيم عادل توب التوب. راجل يا ابني وربنا هيكرمك. واحنا في ظهرك دائما. اللاعب الراجل احنا دائما في ظهره. شكرا لك يا ابراهيم عادل على كل مجهود بتأديه لانك لاعب راجل. برضه عايز اتكلم عن لاعب برضه مميز جدا، هو مصطفى فتحي انت بتشوفه ممكن فترات وحش، لكن هو مش لاعب دفاعي، هو لاعب هجومي على الطراز الاول. يعني هو لاعب خطير على الناحية في الانحاء الهجومية، انما في الانحاء الدفاعية هو مالوش في الدفاع قوي. ادى مباراة كويسة برضه، مباراة خطيرة. بس مصطفى فتحي المباراة دي اثبت لنا انه هو مش اناني قوي. بيوقف ضد الانتقادات وبيقول لك انا مش اناني، يعني بالدرجة اللي انتم بتتخيلوها. لكن في كرة كنت اناني فيها مصطفى فتحي، لازم اكون صريح معاك. الكرة اللي انت سددتها على الجون دي، لو عملت الفيستون مايلي كان هدف 100%. بس انت برضو لاعب راجل واديت بمستوى كويس. وحتى لما طلعت انت وطلال احنا كلنا عملنا لك كده على المجهود اللي انت اديته، انك كنت راجل في الملعب. بلاتي توري اللي الفترة الأخيرة نحن وجهنا له نقد قوي. النهارده بيثبت عكس الكلام دي، بيموت نفسه حرفيا في الشوط الأول. بلاتي توري ما خلاش حد في نص الملعب قدامه. بلع خط نص حرس الحدود كاملة، سيطر بالطول والعرض. الشوط الثاني بيوقع الريتم بتاعه، انت عارف انه لاعب مش بدني، هو بيقدر يديك الشوط الاول. الشوط الثاني انت عاد تقدر تتبدل. اداؤه برضو كان ممتاز، ممتاز فوق التوقعات. تروح برضو القطة خليه في الاخر خالص قطة. تروح برضو بعد بلاتي توري، تروح المهند لاشين. مهند لاشين بيديك مستوى متوسط، مش هو مستوى مهند لاشين اللي احنا كنا بنشوفه الموسم اللي عدي، كان حديدي. الموسم ده بيدينا اداء متوسط الى حد ما. اداء كويس مهند لاشين. لكن احنا نتمنى مهند لاشين في التوب. نتمنى مهند لاشين يكون في الكارت بتاعه التوب، الاسطوري، مش الوسط. اللي انت مهند لاشين عندك اكتر من كده، بس انت راجع من الاصابه، احنا برضو معاك واقفين معاك لحد له، ما تقلقش. برضو عايزين ناكد انه برضو الشيبي حتى لو ما كانش في الفورمه، ما كانش في فورمته الشيبي النهاردي، بس الشيبي بيبين لك انه هو لاعب خطير، بيبين لك انه هو لاعب كبير. هو ده الشيبي اللي كل مباراة بيثبت ان انا موجود، حتى لو مش موجود على اعلى تركيزي، بس انا هثبت لك ان انا معاه. عرضيات ولا اجمل، استلامات ولا تحركات بالخطوط ولا اجمل. كرهت التحركات كلها بسبب اللي ما جاش احمد سامي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. انا بعشق تحركات الشيبي. بص على تحركات الشيبي مصطفى فتحي وتكيف كوره، لما تبص على تحركات احمد سامي تشال، تعمل كده، تشال يشيلها. ادى مباراه كويسه قوي. مباراه رجوليه. اسامه جلال ادى مباراه قويه قوي، مباراة حديدية اداها اسامة جلال. بس في حاجة عند اسامة جلال لازم اركز عليها. اسامة جلال انت لازم دافعه وصريحة، دي ما تعديش. هقول لك ليه. اسامة جلال، يا اسامة جلال انت ما اكتسبتش الخبرات لانك ما شاركتش كثير مع نادي بيراميدز، ما شاركتش ورحت نهائيات كثير، ما لعبتش في نهائيات كثير، فدي تنقصك الخبرة. دلوقتي في حاجة اسمها الفار. هي فار، ناس قاعده على الكمبيوتر يا باشا بتراجع اللقطات دي كلها. يعني انت عملت له كده، دي واضحه، انا شايفها بعيني، دي ضربه جزاء صريحه، هي اللي نقصنا من الموقف دي.
يعني قصد الموقف ده انه هو كان متسلل، يعني هو لو مش متسلل ضرب الجزاء دي كان عفرتت الدنيا دي. فأسامة جلال ما عندكش اللاعب أسامة جلال في الدوري المصري اللي هو اونري او تيري هنري اللي هينجح ويديها لك هي بالراس في الجون، ما فيش الكلام دي. ده هو على هو عامل هو طالع على الكوره جات ما جاتش ما جاتش. فانت لو سبتها حتى لو لمست فيك كان يمسك احمد الشناوي. فانت لازم تركز في الحاجات دي. انت اديت اداء كويس، اديت اداء على مستوى التمركزات اكتر من رائع، والنتيجه ده شفت احمد الشناوي ما يغي شفناهوش في الملعب. انت ومحمود مرعي، ومحمود مرعي برضه اشيد بيه في المباراه دي حتى لو كان نازل مش في الفورمه بتاعت محمود مرعي لما كان بيلعب، بس برضه ادي محمود مرعي اللي عايز يفهمني يا جماعه ما اداش بالمستوى القوي. يعني اسامه جلال هذا كان اقوى من محمود مرعي، بس في نقطه عندك انا هفهمها لك. ده العفش عند محمود مرعي، فهمتنا؟ ده مستوى محمود مرعي الوحش، افضل من مستوى علي جابر الموسم اللي عدى. عشان علي جابر اللي 3 4 مباريات بنقول احنا بيأدي بضمير عشان نحكي الصراحه. الموسم اللي عدى المنظر دي كان افضل من علي جابر 50 مره. شفت المنظر بقول لك مستوى وحش، هو مستوى وحش النهارده محمود مرعي، بس المستوى بتاعه دي افضل من علي جبر لما كان الموسم اللي عدى كامل، وافضل من احمد سامي كامل. احمد سامي عقد بكل اداءاته محمود مرعي افضل منه، وده مستواه الوحش. ليه؟ لان بيعرف يتمركز، بيعرف يحط نفسه في كذا كوره بيخلصها، ما بتوهش انا بتمرقش وبروحش كده ولا اروح مبطوش على وشي، لا كله مفيش. محمود مرعي بيخلص على طول، وده مستواه اللي هو ايه مش احسن حاجه. الشناوي النهارده بيطلع مستوى كويس. عارف ليه الشناوي بيطلع مستوى كويس؟ لان ما فيش اهداف جت فيه، ما تلقاش اي كور خطيره الشناوي غير كورتين ما لهمش عازي. شفت هو دي. انما برضو عندي حارس مرمى تعبان. عارف ليه تعبان؟ في تسديده تسددت عليه الكل شاف عمل لها كده. ايه يا عم كده ما تمسك تسديده من مسافه بعيده، عمل لها كده طلعت برا. طب انا مش فاهم، بس حتى لو كده بس ما شفناهوش المباراه كلها غير يلا زيارات. انما الكينج بتاعنا احمد سامي لو قاعد، الناس اللي بتقول لك احسن مدافع، الكينج بتاعنا لو كان قاعد كانت مرجحنا دلوقتي بالخطوط مع دولي، كانت مرجحنا فيش تمركزات واضرب وروح انفرادات في الوسع عاد نكون ادعكنا مع احمد سامي. لكن هذا هم انا 2 دول بشوات 2 دول. وعلي جبر لو يرجع بالمستوى اللي بيأديه يلعب مكان محمود مرعي عادي، المستوى بتاعه عادي. انما مستوى الحنقش ده يقعد دكي. النهارده مستوى كويس. حتى كريم حافظ لما نزل ادى مباراة كويسة برضو. مباراة يعني ادى كويس، مباراة عمل اللي عليه. يعني عندي علامة استفهام ما زالت على محمد حمدي. محمد حمدي النهاردي بيقدم لك مستوى الضحك. شيكابالا مع الزمالك نفس مستوى محمد حمدي. شفت شيكابالا لما بطل كورة نفس مستوى محمد حمدي. انا عايز افهم ضرب الجزاء دي اللي بسببها كانت هتيجي فينا اللي بتاعت اسامه جلال دي يا جماعه. ضرب الجزاء دي كانت بدايتها خطأ من محمد حمدي في التمرير، بمررها في نص الملعب تمريره اتقطعت جت علينا. انت اتقطعت الكوره، قطعها مهند لاشين واداك الكوره يا اخي طلعها برا يا اخي طول ما انت ما قدرش تتحرك. انما باص بالمنظر دي تيجي عليها هجمه ضرب الجزاء بسببه هو. الخمس 6 فرص يا جماعه انا هعملكم بصوا عشان تفهموني اوضح. هعملكم بالصور يا باشا، واتفرج على محمد حمدي اللي ضايع في كل حاجه، دفاعيا ضايع، هجوميا ضايع. ده ازاي بيلعب يعني ازاي المدير الفني شايفه بالمنظر ده وبيلعبه؟ ده كريم حافظ يلعب عليه يا راجل، يلعب عليه مرتاح، فيش غير يجري وبس. انا ما استفادش منه حاجه يا جماعه، ولا عرضيه بما يرضي الله عرضها يا جماعه. هنقضوا باللعيبه العالة دي تحرق في دمنا اللعيبه دي. شوف انا كسبان ومتكيف، بس عارف ليه برضه ما اداش؟ تعرف انا لو بحكي لك مثلا عن واحد بيدي 3 4 مباريات لو جان هذا ما اداش قلت لك يعني مهند لاشين، قلت لك احترم مهند لاشين رجع من الاصابه ونصبروا عليه. محمود مرعي قلت لك مدافع كويس حتى لو هو وحش بيأدي لي اداء كويس.
انما محمد حمدي ليه الموسم ده من اول ما بدأ نازل خالص منتهي، ما فيش لا دفاع ولا هجوم ولا في اي حاجه، ما فيش. المنظر ده يا جماعه انتوا كسبتوا ما حاسينش بيه، بس المنظر ده لو انت 1-1 هتعادل لان اللاعب ده فاشل في كل حاجه. طب انت بتطلع بتزيد قدام، انا معاك زدت قدام، هل عملت لي كروس يا كويس هدد؟ شفت في السمي اللي انت نهارتي بعرضيه واحده من محمد حمدي؟ ما شفتش. طب لما ما شفتش، طب دفاعيا ما قاعدش النهارده، كان بيلعبنا حرس الحدود فيها في ناحيه محمد حمدي، لانه هو ما قاعدش لا دفاعيا ولا هجوميا. فاللاعب ده يراجع نفسه، يراجع نفسه، يترمي دكي. يا محمد حمدي انت خلاص بقيت تايه. هتحصل برضه، عارفه تحصل مين؟ هتحصل احمد سامي لسه بيتوه برضه معاه. اوكا، شفت اوكا في حرس الحدود؟ لاعب يعني ده اوكا ده ناشئ. عارف اوكا الناشئ دي ادى اداء بلع محمد حمدي. دي فضيحه اوكا بلع محمد حمدي. اوكا عامل شوارع ورا محمد حمدي. وفين محمد حمدي في التوهان؟ ده لاعب ناشئ عامل لاعب كدك 5 مرات. مش عارف انا، فاللاعب ده لازم يرجع نفسه، لا يرجع نفسه لا كويس عقده هو ياخذ الموسم دي، وزين عقده يشوف له نادي منتصف جدول يلعب فيه. بكل امانه المستوى ده لا. نيجي نتكلم بقى في حته حساسه، قطه. يا رايكم في قطه يا رجالي؟ لازم تكتبوا لي تعليقات، مش تشوفوني كده وتسيبوني تايه، لا اكتبوا لي تعليقات. ايه رايك في اداء قطه؟ يا رايك في اداء قطه النهارده؟ رمضان صبحي، البلوني، ولا قطه؟ ردوا علي. النهارده قطه الهدف الثالث ليه في الدوري. هات الاداء، هو ده الاداء، هو ده اللعب. الراجل موت نفسه على الخط وسط الملعب، ما فيش بيدبح في وسط الملعب، حاسس بيني. انما اللي مش عايز يقول الكلمه كلمه باردة، انما الثاني اللي كله رايح يصير. قال رمضان الصبحي الصابر، خش في علبة خوش. الصابر رمضان صبحي، اصابتيه رمضان صبحي، اصابتيه اللي تقعد مباراه وترجع. ما تصاب بصليب، يغيب لي 6 شهور ابقى متكيف انا. يلعب قطه باشا باك مكانك ويلعب دنجا وتمشي الامور مكانك. انما تتغيب لي مباراه وتجي المباراه اللي وراها، لا طبعا لا. فرمضان صبحي ترمي دكه لعمك، قطه ده عمك ترمي له دكه. واتمنى من الاداره لما يرجع ترمي دكه. ما عايزينش لعيبه، احنا ما لهاش عازه في الفريق، لعيبه عالة على الفريق ما عايزينش. انا شريف اكرام لو جدد له قعد على الدكه ده انا عاجبني. شوف انا بقول لك عاجبني، عارف ليه عاجبني؟ عاجبني عشان على الاقل بحب النادي دي وبيخلص للنادي دي. انما رمضان صبحي ما بيحبش النادي ولا بيخلص للنادي، ما بحبش النادي. راجل مصلحته فوق كل شيء. قطه النهارده، انا النهارده بنت بيراميدز الوحش، بيراميدز بشكل الوحش الحقيقي. عارف ليه بنت بيراميدز بشكل الوحش الحقيقي؟ عشان قطه في الملعب اداؤه. مهند لاشيني مريح مش مشكله، بس بلاتي توري وقطه كانوا خط النص. لو قاعد العقيم رمضان صبحي ولعبوا الهرتلي كان زماننا حرس الحدود دلوقتي قدامي برشلوني، لانه لاعب ثقيل لما يقدر يقطع الكرة ولا بيعرف يسلم، بيخطأ اخطاء سادزي. فده لازم يبقى كده. النهارده الفريق كله تحيه لكم يا رجالي، رجالي. ايوه رجاله، خرجتوا الخشوب كله 3 اهداف مرتاح وريحتوني من الصداع والحكام والبكام والحاجات دي. وشوبير طالع على قناه العروسه قناتهم يقول لك التحكيم، انا ملاحظ انه فيش حكام دوليه بتيجي البيراميدز. طب وانت يا شوبير مال اللي خلفتك؟ مالك انت؟ مالك تجينا حكام دوليه ما تجيكش؟ بنحكي احنا على حكامك، ما بتجيك كوارث انت تحكي بيهم محدش بيجيب سيرتك. فما تقعدوش هي ما نقصاش والله شيء، ما نقصاش. الراجل لما يكبر ما يحترمش سنه يبقى مهزق فيحب التهزيق. كسبنا النهارده بنتيجه وتصدرنا الدوري، وهو ده مكاننا الحقيقي رقم 1. احنا فوق في الدوري رقم 1، ده مكاننا الحقيقي، ده الطبيعي. انا بقيش يفرق معايا الترتيب كم، بقي يفرق معي الاداء. انا عايز اتصدر باداء. رمضان صبحي سيبوه،
سيبه يغسل رجليه. مفضيش الراجل، فضيش للعب، فضيش يطلع ياخد المدام والاولاد ويروحوا يصيفوا. ايوه، روحوا صيفوا، روح كل يا رمضان صبح واشرب وخليك عالي. خليك اقول لك كلمه، خليك بديل القطه، بديل لاعب ناشئ من نادي بيراميدز، انت مرمي له بديل، دي تكفي بتاريخك باسمك كله، دي يكفي الكلام ده انك انت مرمي بديل اللاعب ناشئ ومؤدي افضل منك وارجل منك. خليك مرتاح على كده واحنا مرتاحين، وهيبقى فوق راسك وفوق راس الكبير في النادي والله، وهيلعب غصبت عن الكل. خليك مرتاح، مش هتديني اداء هتترمي دكي. هي كده خلصانه معاكم بشياكي. فيستون مايلي النهارده بيقدم لنا مستوى الضحك للجميع. انت قال لك الله الفريق كله فاق وانا اللي كنت الاسطوره، طب خد يلا اضحك. فيستون مايلي في غيابان تايه نهائيا، كور من هنا وكور، يعني يوم ما يصنعوا لك التوه، يوم ما يصنعوا لكش ولا يوريكش كوره تموت نفسك على الكوره. ما انا عايز افهمك يعني ايه يا فيستون مايلي؟ مالك يا فيستون مايلي؟ استرجل يا فيستون مايلي. هي عن ضرب الجزاء 3 ساعات الحكم مسفر اضرب يعمل حاجه، انت واقف لي عامل لي كده. هي دي، هي مالك؟ بتعيش ذكريات حياتك مع يان كافر كانت وتجري. هي يعني ضرب الجزاء يا عمي مستدعي نص ساعه انت واقف لي. اقسم بالله اول ما بصيت عليه لقيت عامل كده، قلت انا اليه وانا اليه رجل دي ضايع وش. بصيت لقيت في السميه اللي عملها لي دي. عارف دي لو انا جيت وقفت فيه والله هصدها. عارف ده هقول لك حتى احلي، تعرف لو انت رميت الناحيه الثانيه والله كنت واقف برضه واصدها. يعني الناحيتين، لو انا اترميت عكسي كنت برضه هلحق اوقف واترمي الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان يخلوه هداف في الدوري؟ لا ده راجل قلت لك انا 150 الف مره، ده راجل مش بتاع تيك تاك والحاجات دي، ده راجل بتاع مسح يجري هقش يلطش خلصت الدنيا. الراجل ده مش بتاع يا جماعي انه يلعب ضربات جزاء. ابوس عليكم ما تخلوهاش تزن معي، كفايه ابراهيم عادل لما خليته يلعب الركنيات المره اللي عدت، وانا بحب الراجل ده معيش اخسره. فبلاش هي تخلوا لي يعني، ما تخلوني احكي عن في السميل في ضربات الجزاء. في السميل يضرب ضربه جزاء، يضربها مين؟ يضربها ابراهيم عادل، يضربها قطه. انا في السميل انت عايز تخليها هداف الدوري بضربه جزاء؟ طب ما طب هل انت بتعمل له تمارين على ضربات الجزاء؟ ما عملتلوش تمارين، ده انت كانه حطيت له كره قدام وقلت له شوط. اما 60 ساعه في النادي تدريب بتتدربوا عليها، ما الحاجات دي يتسال عنها برضه الجهاز الفني والمدرب يسال عليها. هو في السميل ليه الاداء دي في ضربه الجزاء؟ فلازم يتعلم في السميل يركن الكره ازاي، مش عيب. اداء رجولي تصدرنا الدوري اللي احنا طبعا انتم عارفين انه ده مكاننا الحقيقي، الصداره ولا غير الصداره، ده مكاننا الحقيقي وده الواقع اللي لازم تمشي من هنا ورايح عليه الامور. عملنا اداء كويس يا رجالي، اداء 100%. برضو ما وليد الكرتي لما غاب ريحنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رمضان صبحي، وليد الكرتي، والكينج احمد سامي. فاضل واحد عقبال الشناوي، احمد الشناوي ان شاء الله ما يرتاحوا من دول يمشوا لنا خالص من ندوها وهتزهزه. وحياة المصحف ما يمشوا للزهزه ويجينا الخير من كل ناحيه. عارف تصحى الصبح تاخذ بطوله، بس دول اتكلوا على الله لان اللعبه دي فاصلات. رمضان صبحي ده مخلص كوره. شفت سيتي لما خسر من ريال مدريد 3-2، انا كنت قاعد قدام ماتش السيتي يا جماعه عامل كده. يعني انا سبت احمد سامي هناك اجي القى كيفن دي بروي هني. كيفن دي بروي يا جماعه مخلص كوره لي لسنتين، والسيتي ملاعبه قال اساسي قدام ريال مدريد. ده قمه الضحك الكروي. عايز تضحك يا باشا اضحك كروي. ده مخلص كوره وما يلعب. اهو احنا زيك دي، احمد سامي ده مخلص كوره وما يلعب، محمد حمدي ده مخلص كوره وما يلعب. يعني عارف لو جبت انا لاعب ناشئ من ناشئين ولعبته مكان محمد حمدي هيأدي افضل من محمد حمدي. على الاقل ممكن يلطش لي اي حاجه كده تعدي، عرضيه كده تعدي يجيبها في ستومايلي، هيبقى مفيد اكتر منه. يا راجل ده محمد حمدي تعرف لو بتلعب ضمنه، لو ضمنه الجار افضل من محمد حمدي، افضل منه.
الدوس افضل منه، ملوش قيمه، ملوش ما مشطب يا باشا. اديه بس انت شنطه بتاعت اطفال ويجري على الخط، ويجري يا محمد حمد رايح المدرسه. الحمد لله على المكسب. انا طبعا مبسوط، سيبكم من ان انا بقى هنا، بس انا مبسوط، انا مبسوط. بس انا بحكي عن اللعيبه، يعني اللعيبه التعبانه دي اللي هتفضل تعبانه طول عمرها دي. النهارده بيثبت يا جماعه، النادي كله بيثبت حاجه واحده بس، انه لا صوت للنجوم. عارف يعني ايه لا صوت للنجوم؟ يعني نجمك رمضان صبحي ابو 5 نجوم ملوش قيمه. لاعب من ناشئينك افضل من رمضان صبحي بتاريخه، افضل منه بتاريخه. يعني جوردن هاردي بلع قصه رمضان صبحي كله، ادالي اداء فوق الخيال. انت فاهمنا؟ يعني ولاد النادي هم الاحق بانه يحملوا رايه النادي. مهند لاشين، انا بحكي هنا اهلي او زمالك، مهند لاشين اللي بيأدي، مصطفى فتحي برضه بيأدي. فلازم ايه، لازم كل واحد ياخد حقه. والكارت لما يجي يقعد دكي، رمضان صبحي لما يرجع يقعد دكي. الناس دي ما تلعبش اساسي، الناس دي ناس مش بتأدي. برضه سيحة حارس مرمى كويس جدا يا جماعة، سيبكم من هنا من انه غلط خطأ عادي، بس حارس مرمى انت عارفه قوي قوي. يكفي ان انا اقول لك ان في 3 كور بس عرضيات من بيراميدز هو مسكهم. بينما الناحية الثانية 3 كور عرضية ما شفنا عدت، كانت تعدي اللي يطلعها الدفاعي بتاعنا احنا. اصل معانا حارس احنا زي ما تقول عنده حساسية في الجوينتي. الجوينتي دي اللي بيلبسوا فيه حساسية من برا، بيتأثر على اليد بتاعت الجوينتي، مش بيطلعش يضرب بالبوكس ولا يطلعش يمسك. هو واقف في الجون عامل لك كده. أين ماجد الذي سيسدد؟ هذا أحمد الشناوي. كب الشوم أحمد الشناوي. الحمد لله على المكسب. ربنا يكرمنا في الأيام الجاي. أنا مبسوط جدا جدا يا جماعة، وعايزكم تتبسطوا النهاردة وتتكيفوا كورة، وسيبكم من اللي يخبط راسه في الحيطة يقول لك مش ضربة جزاء، يقول لك يقول له مش ليه ضربة جزاء، يقول لك اقول له يا عم الغيها ضربة جزاء، كسبانين هم 2 يعني. اقول لك حاجة، اقول له خد هدف من عندنا ليه، كسبانين لهم 1-0. خليه يهري، خلي المرمي تحتك يهري، اهلاوي او زملكاوي يهري 2، يهري دي. قول له ماني في الصدارة، انا في الصدارة رقم 1، بيراميدز رقم 1. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.